السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على توريا الشاوي اللي كتمثل وحده من اعظم قصص الالهام والشجاعه في التاريخ المغربي. هاد البنت الصغيره اللي كانت من مدينه فاس كان عندها حلم كبير اللي كبر في السماء. في واحد الزمان كان فيه الطيران حكر على الرجال، وخصوصا المستعمرين الفرنسيين اللي كانوا كيتحكموا في كل شيء. هاد البنت الصغيره قدرت تهزم كل العقبات وتولي اول مراه ربانه مغربيه عربيه وافريقيه في التاريخ حتى قبل ما تكمل 16 عام. توريا ما كانتش غير طياره، ولكن كانت رمز لقوه المراه، الاصرار ديال الشباب والمقاومه كل العراقيل اللي كيحطها المجتمع والاستعمار. ولكن الحلم ديالها اللي بدا كانه قصه نجاح خياليه تقطع فجأة بواحد الطريقة غامضة، باغتيال اللي كيخلينا نسولو بزاف ديال الأسئلة. علاش؟ شكون؟ وفين الحقيقة؟ هذا الفيديو غادي يحكي القصة كاملة من البداية حتى للنهاية الغامضة. غادي نستعرضوا تفاصيل حياتها، التحديات اللي واجهتها، النجاح اللي حققته، واللغز اللي باقي مطروح حول المقتل ديالها. غادي نحاولوا نفهموا علاش هذا الاسم اللي كان ممكن يبقى خالد في التاريخ العالمي طمسوه وحاولوا ينسيوه. واش نساوها؟ لا، لان القصه ديال توريا الشاوي كبر من اي محاوله للنسيان. بقات في قلوب المغاربه وبقات قصه اللي كتستحق نحكيوها للعالم كامل. جات توريا الشاوي صباح يوم 14 ديسمبر 1936 بمدينه فاس، وبالضبط بحومة القلاقليين، وسط عائلة مثقفة وواعية بأهمية التعليم والانفتاح. الأب ديالها عبد الواحد الشاوي كان رجل وطني، رجل مسرح، كاتب وصحفي معروف اللي عنده تأثير كبير على التربية ديالها. هاد الشيء خلى توريا تكبر في بيئة فنية وثقافية اللي زادت من الوعي ديالها وعطتها طموح كبير. إلا كانوا الفتيات عادة كيبغيو يلعبوا بالدمى وألعاب الأطفال الأخرى، فتوريا من صغرها كانت مولعة بالألعاب الميكانيكية الصغيرة من سيارات وطائرات. كما أنها دائما كانت كترافق الأب ديالها العروض المسرحية، وهذا الشيء خلى عندها حس فني وثقة كبيرة في النفس. كانت كتبغي تستكشف العالم اللي داير بها، وكان عندها فضول كبير باش تعرف كل حاجة جديدة. كانت كتقرا بزاف وكتعشق المغامرة، وكانت كتبان عليها الروح ديال القيادة من الصغر. وهي عندها 13 عام الاب ديالها حصل لها على دور في فيلم لا سيتيام بورت اللي تم التصوير ديالو بمدينه فاس سنه 1948. وهكا كتعتبر توريا من اولى الممثلات المغربيات اللي دخلوا لعالم السينما وفتحوا المجال لنساء اخريات في هذا الميدان. شاء القدر على انها في الطفوله ديالها غادي تصاب مرض صدري حاد، فاحد الاطباء بمدينه فاس اقترح على الأب ديالها أنه ياخدها في جولة بطائرة صغيرة في أجواء مرتفعة باش هداك الزكام الحاد ما يتحولش ليها لرابو. الأب ديالها ما ترددش ودا بنته في نهاية الأسبوع باش تدير هذيك الجولة في الطائرة. فهنا توريا الشاوي غادي تركب أول مرة في حياتها في الطيارة، والطبيب كان فعلا صادق حيت شافات، ولكن التقطات ديك الساعة فيروس آخر، فيروس اللي غادي يرافقها في حياتها القصيرة، فيروس حب الطيران. وهنا بدات كتحلم انها تولي ربانة طائرة. هذا الحلم كان صعب المنال حيت الطيران كان مقتصر على الرجال، وبالخصوص في ظل الاستعمار الفرنسي. فمن بعد ما خدات توريا البروفي ديالها وهي في سن 14 عام، وقعت شي حاجه اللي ما كان حتى شي واحد يقدر يتوقعها. توريا قدرات تلتحق بمؤسسة الأجنحة الشريفة ديال تيتم الليل، مؤسسة اللي كانت مفتوحة للأبواب ديالها غير للنخبة وبعيدة على متناول المغاربة خصوصا البنات. وهذا الإنجاز كان استثناء، ماشي غير لأنها كانت فتاة، ولكن حيت كانت مغربية في زمن الاستعمار. درست وحيدة بين نخبة أوروبية، واجتهد الأبوان ديالها في توفير تكاليف المدرسة وتكاليف التنقل ديالها. وبالرغم من نظرة الازدراء والدنيا اللي لمستها في زملائها الذكور،
إلا أنها وصلت المسيرة ديالها بدعم وحماية من أستاذها الإسباني نوغيرو. وبالتالي فنقدروا نقولوا أن الفضاء الفرنسي المحيط بالمدرسة ديال تعلم الطيران ديال تيطمليل كان نوعا ما إقصائي لها، بدليل أنه يوم حفل التخرج وإعطاء الشهادة اختاروا لها نهار ويوم اللي فيه الشتاء واللي ممنوع فيه الطيران. هذاك النهار اختارته الإدارة الفرنسية للمدرسة عمدا باش ما تنالش الشهادة ديالها. ومع ذلك وبديك الظروف ديال الطقس وبالصعوبة ديالو ركبات طائرة وحلقات على علو 3000 متر وقطعت مسافة دائرية على طول 40 كيلومتر. قدمت استعراض رائع ونزلت في الأخير تحت تصفيق الحاضرين من الصحافة وانبهار غير عادي من قبل لجنة الامتحان، ونالت شهادة الكفاءة لقيادة الطائرات بامتياز. هذا الشيء خلق صدى إيجابي لشخصها وتنشروا لها مقالات مع الصور ديالها في الجرائد، وكل شيء بدأ يهدر عليها على المستوى الوطني والعالمي. وهكا سنة 1951 سوريا الشاوي حققت المستحيل وهي عندها 16 عام فقط، ولات أصغر وأول امرأة مغربية وعربية وإفريقية كتسوق الطيارة. الصحافة المغربية والفرنسية سلطت الضوء عليها، والناس بداو كيشوفوا فيها رمز للمرأة القوية اللي قدرت توصل للمجال كان مستحيل عليها. ولا النجاح ديالها هو نجاح أمة بكاملها، وكان بمثابة ميلاد بطلة أو بالأصح أسطورة مغربية. تقديرا لهذا الإنجاز العظيم أقام النادي الجوي للأجنحة الشريفة حفل على الشرف ديالها، ونهالت عليها التهاني والتبريكات من كل بلاصة، من محمد بن عبد الكريم الخطابي، علال الفاسي، اتحاد النسوي الجزائري والتونسي، الربانة الفرنسية جاكلين أوريول، من ملك تونس، ملك ليبيا وغيرهم، بل ومن الملك المغرب محمد الخامس اللي استقبلها في القصر ديالو بواحد الحفاوة كبيرة رفقة الأميرات باش يهنئوها. تحولت سوريا لنموذج المرأة المغربية كما عبر على ذلك الملك محمد الخامس ديك الوقت مني كان استقبلها ووشحها. مارسات سوريا الشاوي العمل الجمعوي وانخرطت فيه، أسست جمعية أخوات الإحسان وكانت رئيسة ديالها، وتحملات فيها بزاف ديال المسؤوليات، وانضمت لها مجموعة من الفتيات. بزاف ديال الجمعيات المغربية تواصلوا معها باش تخدم معهم في مجال تعليم البنات ومحاولة إقناع الآباء بأهمية تعليم البنات ديالهم وتحفيزهم باش يحلموا بحياة أفضل. سوريا كانت كتنتمي لهذاك الجيل السياسي المغربي اللي كان كيآمن أن الاستقلال ماشي هو غير تحرير الأرض فقط، ولكن هو تحرير الأرض من المحتل الأجنبي وتحرير الإنسان المغربي من أسباب التخلف. كسرات هاد المرأة الصورة النمطية ديال المرأة المغربية التقليدية اللي تحرمات من حقها في التمدرس، التعليم والتكوين. كانت سوريا تتميز بحس وطني كبير عكسات سلوكاتها وخطاباتها وانخراطها في جميع المجالات اللي كتساهم بدفع البلاد نحو النهوض وتكسير القيود. من يوصلوها هي والأب ديالها تهديدات بالقتل من طرف الموالين للاستعمار الفرنسي، فضلوا يمشيوا مؤقتا لإسبانيا هي والعائلة ديالها. مني سلاو المفاوضات على الاستقلال وهما راكبين في طائرة العودة، لاحظ واحد من أعضاء طاقم الطائرة أن بنت صغيرة لابسة لباس ربان طائرة مدني مع الشارة ديال الطيران المدني المغربي. فالربان ديال الطائرة اقترب منها وسولها واندهش من قالت ليه بأنها فعلا طيارة مغربية. ومن بعد واحد الحديث قصير باش تأكد من هذا الشيء سلمها زمام قيادة الطائرة، وهي اللي كانت ساكت بالطيارة حتى لتطوان، وهي اللي هبطت الطيارة في المطار. وفي الاخر خبر الركاب ديال هذه الطائره بان اللي تولات القياده هي هذه البنت الصغيره اللي واقفه قدامهم، فنهالوا عليها بالتصفيقات من بحرين. يوم رجوع الملك من المنفى خرجت سوريا في حال عامة الشعب احتفالا بعودة السلطان، ولكن بطريقتها الخاصة. طارت سوريا بالطائرة ديالها الصغيرة على علو منخفض وهي كترمي المناشر وبطاقات التهاني والتبريك على الجماهير الغفيرة من المستقبلين الموكب الملكي في مشوار توارقة بمدينة الرباط. لكن في ذاك النهار ما انتبهاتش أن النافذة ديال الطائرة كانت مفتوحة وباللي التيار الهوائي كان شديد، ومن نزلات كان المرض استوطن الجسد ديالها، الشيء اللي استدعى النقل ديالها لإحدى المستشفيات الخاصة بسويسرا بلوزان.
وكان الملك محمد الخامس هو اللي بعثها للاستشفاء في هذيك المصحة. وبعد عدة شهور انتصرت سوريا الشاوي من جديد على المرض ورجعت مرة أخرى لبلادها باش تكمل مسارها النضالي. تعرضت سوريا الشاوي بين سنتي 1954 و 1955 لأربعة ديال المحاولات ديال الاغتيال، حتى أن علال الفاسين صح الأب ديالها بالرحيل للخارج المغرب، لكن ما عطاش للرأي ديالو أي اهتمام خاص. أول مرة وضعت فيها مجموعة فرنسية قنبلة في باب الفيلا اللي كيسكنوا فيها، فلحقات خسائر بالمكان بلا ما يتصاب حتى شي واحد. ثاني مرة طلقوا فيها 8 ديال الرصاصات عليها وعلى الأب ديالها وفلتوا منها بجوج. ثالث مرة حاولوا واحد جوج ديال الشرطيين الفرنسيين يطلقوا النار عليها بالصحبة ديال الوالد ديالها داخل السيارة ديالهم، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل. وفي رابع مرة وقفوها جوج ديال الشرطيين وهي كانت كتسوق الطوموبيل ديالها، وطلبوا منها انها تديهم لواحد المكان، فهي ما بغاتش وبدات كتغوت، والناس بداو تيدوروا على الطوموبيل ديالها. ففي هذه الساعه ما لقاو ما يديروا واتهموها بمخالفه قانون السير، ومن بعد خلاوها تمشي بحالها. نهار واحد قبل ما يعلن المغرب على الاستقلال ديالو على الحمايه الفرنسيه، اي فاتح مارس من سنه 1956، غادي تشارك سوريا الشاوي في حفل اللي نظمته مؤسسه لاله امينه احتفالا بنين المغرب للاستقلال ديالو في الغد. في النهايه ديال هذا الاحتفال غادي تاخذ السياره ديالها رفقه الاخ ديالها اللي كان في العمر ديالو 11 عام ديك الساعه باش يمشيو للمنزل. دقائق قليله وصلت سوريا والاخ ديالها للمنزل، ترجلوا من السياره وبدات كتهضر مع الام ديالها اللي كانت في الشرفه ديال المنزل. فجاه جا واحد الراجل من الخلف ديالها وفرغ الرصاصات ديال المسدس ديالو في الراس ديالها. ماتت سوريا الشاوي شهيده في سن الزهور وهي مازال ما كملاتش 19 عام. سنوات من بعد المقتل ديالها غادي يذكر ضابط مخابرات مغربي انها تقتلات على يد احمد الطويل، واللي كان عنصر في ميليشيا سريه اللي كانت معروفه بتنفيذها لعمليات الاغتيال ديك الساعه بدعوى انها كانت رفضات الزواج منه. الاغتيال ديالها كان صدمه كبيره، وبزاف ديال الناس تيقولوا باللي المخابرات الفرنسيه هي اللي كانت من مور هاد الجريمه هذه باش يسكتوا اي صوت وطني نسائي قوي. رد فعل الشعب المغربي على هذا الاغتيال ديالها كان كبير بزاف. كانت سوريا مثال للاعتزاز بالمغربيه ديالهم، بالخصوص انها كانت الوحيده في افريقيا والعالم العربي والاسلامي، وكانت وحده من 3 ديال النساء في ديك الوقت اللي عندهم الامكانيه ديال سياقه الطائرات المدنيه بركاب. بعد الاستشهاد ديالها عاش المغرب معها اول جنازه سياسيه كبرى في اول سنه من الاستقلال ديالو. شيع فيها وحده من بناته اللي تحرمات من الاستمتاع بلحظه طالما تمنات تعيشها، لحظه الاعلان الرسمي على استقلال المغرب. تدفنات سوريا الشاوي يوم 2 مارس 1956 بعد ما رافقها موكب جنائزي اللي كيضم أكثر من 60,000 شخص حبوها وحضروا اجتهاداتها وإنجازاتها اللي ساهمت في رقي المرأة المغربية حتى وصلتها للعالمية. سوريا الشاوي كانت رمز ديال القوة، التحدي والوطنية. بالرغم من أنها ماتت في سن صغيرة، إلا أنها دخلت للتاريخ كأيقونة في مجال الطيران وكمثال للمرأة المغربية القوية اللي قدرت تحقق المستحيل. الاسم ديالها بقى حي في قلوب المغاربة بالرمزية ديالها وإنجازها العظيم. هاد القصة ماشي غير قصة ديال واحد البنت اللي حققت الحلم ديالها، ولكن على واحد الإنسانة اللي تحدت الواقع وغيرت النظرة للمرأة في المجتمع المغربي والعربي. الله يرحم سوريا الشاوي، وكنتمنى يكون هذا الفيديو فرصة باش نسترجعوا الذكرى ديالها ونعطيوها المكانة اللي كتستحق في التاريخ المغربي. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتخليوا لينا تعليق وتابونوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.